السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. القصة ديال اليوم غتدينا لمدينة الدار البيضاء. ملي واحد النهار من شهر فبراير ديال 2016 المقدم ديال الدرب عيط للبوليس تيشكي بلسان الجيران باللي واحد الدار خارجه منها ريحه قويه، ومالين الدار ما تيجاوبوش لا على اللي دق في الباب ولا لا على اللي عيط في التليفون. طبعا الموضوع ما تيتحملش التماطل، هذاك الشيء علاش البوليس جاو في نفس الوقت. كيف ما قلنا في فبراير 2016 واحد الراجل اضطر يجي للدار فين ساكنين خواتاتو باش يعرف اشنو واقع ليهم، حيت ما تيردوش على التليفون ديالو. ملي وصل للدار دق حتى عيا ما جاوبو حتى شي واحد، وكيف ما قلنا ما كانوش تيردوا على التليفون، زيادة ان الدار كانت تخرج منها واحد الريحة خايبة. هنا سول هذاك السيد واحد الجارة واش ما شافتش مالين الدار، قالت ليه لا، 3 ايام هادي وهما غابرين. هذيك السيدة مشات مع الاخ ديال مالين الدار اللي هو اللي كيسول فيها لعند المقدم ديال الحومة وعاود ليهم اللي واقع. البوليس وصلوا للدار، حاولوا يحلوا الباب ما تحلش ليهم، واضطروا يهرسوه ويدخلوا. غير تحل الباب الريحة ولات قوية، قاع دوك الناس الجيران اللي كانوا واقفين هربوا حيت ما قدروش يتحملوا الريحة. الله يحفظ. من الصالة ديال الدار مبين في الارض اثار ديال سحب الجثث والدم معلم على الارض. العناصر الامنية بقات تابعة ديك الاثار حتى وصلتهم لواحد البيت. في القنت ديال داك البيت لقاو بزاف ديال المنط مسرحين فوق بعضياتهم. بداو كيحيدوا وحده ورا وحده ورا وحده، والريحه غير ما غاديه وتتجهد، ودقات قلوب دوك الناس اللي واقفين حتى هي تتصارع. ملي حيدوا المنطقه الاخرى لقاو 3 ديال الجثث، للاسف 2 عيالات وراجل. الحاله ديال الجثث كانت حسب المعاينه الاوليه في مرحله متقدمه من التحلل. الجثث كلها لونها ازرق، انتفاخ وبداية اختفاء معالم الوجه. وكإجراء ضروري في هذه الحالة كان لازم حضور الشرطة العلمية اللي هما اللي مخولين بنقل الجثث للامورغ والتشريح باش يعرفوا ملابسات هذه الكارثة. حسب المعطيات الأولية، الانطباع الأول من العناصر الأمنية أن مول الفعلة تعرفوا مالين الدار مزيان، يا هما اللي حلوا ليه الباب يا عنده الساروت ديال الدار، حيك القفل ديال ديك الدار كان مزيان، ما مطردق ما مهرس ما والو، والشراجم فيهم الحديد، يعني ما يمكنش شي حد يدخل من هادوك الشراجم. الملاحظة الثانية هي أن الفاعل استخدم بزاف ديال المانط باش الريحة تاخد شوية ديال الوقت قبل ما يشموها الجيران، وهذا الشيء معناه أن المجرم أو المجرمين باغين يكسبوا شوية ديال الوقت قبل اكتشاف الجريمة. بداو كيقلبوا على البصمات الموجودة في مسرح الجريمة وأدوات الجريمة، وفعلا لقاو واحد الموس ومقدة وعصا. الموس مغسول مزيان ما فيه لا دم ولا والو، ولكن المقدة والعصا باقي عليهم أثار ديال الدم. جمعوا هاد الأدوات في أكياس باش يتم التعامل معها من طرف الشرطة العلمية. هنا البوليس غادي يدوزوا باش يشوفوا مقتنيات الضحايا، تليفونات، ذهب، فلوس، حوايج، اي حاجة ممكن يحاولوا يفهموا منها الدافع ديال هذه الجريمة، واش كانت سرقة ولا انتقام ولا بالغلط، الله اعلم. غادي يكتشفوا بلا تليفونات الضحايا ما كاينينش. هنا غادي يسولوا المقدم شكون اللي قال لك على هذه الجريمة. قال لهم اخ الضحايا هو اللي علمني بهذه الكارثه، وكانت سميتو عبد الهادي. البوليس عيطوا عليه، قال لهم قبل سيمانه كنت عند خواتاتي واتفقت معاهم السيمانه الجايه غادي نرجع عندهم. قبل ما يوصل الوقت اللي كنت غادي نجي عندهم بيومين عيطت ليهم ما تيردوش عليا، عيطت لغد ليه نفس الشيء، وانا نجيب رجليا والباقي راكم عارفينه. سولوا الجيران على خواتات عبد الهادي، قالوا لهم كانوا الله يعمرها دار من النوع اللي ما تيبغيوش يديروا علاقات اجتماعيه بزاف مع الجيران،
يعني كانوا داخلين سوق روسهم، ما تيمشيو عند حد، ما تيجي عندهم حد، وكانوا كل نهار تيخرجوا يتمشاو مع بعضياتهم. اما بالنسبه لرضوان اللي هو ولد حاده، حتى هو كان داخل سوق راسو. الدري كان خدام على مو خالته وداخل سوق راسو، تيتشرك مع الجيران غير السلام وعليكم السلام. سولوا الجيران واش هاد السيمانه ما سمعتوا لا صداع لا غوات لا عنف لا والو؟ قالوا ليهم لا، ما سمعنا والو، حتى قلنا يمكن كانوا مسافرين، كان حسهم مقطوع، حتى وهما كاينات ما كاين لا حس لا والو، ما سمعناش حسهم. هاد لابيست ما عطات المحققين والو. وفي انتظار التشريح الطبي، البوليس بداو كيحققوا مع خو الضحيتين عبد الهادي. هاد السيهم عبد الهادي ملي دخلوا البيانات ديالو في السيستم، لقاوه باللي شبعان سوابق عنف واغتصاب، والمجموع هو 15 عام ديال الحبس نافذة. قالوا ليه كيفاش كانت العلاقة ديالك مع خواتاتك؟ قال لهم عادية، عزازات عليا، تنسول فيهم وتيسولوا فيا، إلا احتجتهم تلقاهم. وقال لهم ملي اموري الماديه تتأزم وما تلقاش باش نخلص الكرا، كنت نجي عندهم وتنسكن معاهم واكل شارب حتى تلقى خدمه وتنخدم وتنمشي نقلب على الكرا. يعني مبدئيا علاقه الضحايا بالاخ ديالهم كانت علاقه مزيانه بل ممتازه، ولكن حيك هو اللي بلغ وحيك عنده سوابق، البوليس حطوه في دائره المشتبه فيهم الى ان يثبت العكس. هذا عبد الهادي من مواليد 1954، يعني لما وقعت الواقعة كان رجل ستيني، كان مزوج وعنده ولد وبنت. وملي تشد على الضرب والعنف والاغتصاب، مراته طلقت منه هو في الحبس. ملي خرج من الحبس، بنته هي الوحيدة اللي كانت تجي تشوفه، أما طليقته وولده فعلاقتهم به كانت مقطوعة. أما بالنسبة لخواتاته فكانت علاقتهم معه مزيانة، تيتهلاو فيه في أي وقت جا عندهم. البوليس سولوه قالوا ليه واش عندك الساروت ديال دار خواتاتك؟ قال لهم لا، ولكن ملي كنت تنبغي نجي عندهم تنعيط ليهم وتنجي، تلقاهم تيتسناوني في الدار. البوليس داخل لحد هاد الساعة، مشاو جابوا بنت عبد الهادي سميتها هدى، عمرها 29 عام، مزوجة وأم الطفلين، وخدامة في واحد لوزين ديال الخياطة. قالوا ليها امتى آخر مرة شفتي عماتك؟ قالت لهم قبل شهرين هادي، جيت جلست عندهم واحد 3 أيام، وكان بابا عندهم وعماتي كانوا مزيانات بزاف مع بابا، لدرجة أنهم كانوا عاطينه الساروت ديال الدار، إلا جا وما لقاهمش كان تيدخل الوقت اللي عجبه. وهدى قالت للبوليس أنا فعلا استغربت كيفاش عماتي عطاو لبابا الساروت وهو معروف عليه العنف، وشحال من مرة كان تيضربهم. هدى قالت للبوليس باللي باباها تعدى عليها بالمعنى اللي نتوما عارفينه ملي كان عمرها 14 سنة، وباللي ماماها هي اللي طلبت الطلاق ملي عرفت باللي هذا الراجل ميؤوس منه. قالوا ليها البوليس كيفاش سامحتيه وانتي الوحيدة اللي عندك علاقة به؟ قالت ليهم ملي خرج من الحبس جاء عندي وطلب مني السماحة، وقال لي باللي كان تحت تأثير المخدرات. وخا هكاك هدى أكدت للبوليس أن باباها كان عدواني بزاف، ما عندوش المفاهمة بالهضرة، 1 2 3 تيضرب باللي جات قدامه وتيشير بيها، بنادم قدامه غير دبان حاشاكم. ملي سالاو مع هدى مشاو جابوا الأم ديالها، بغاو يعرفوا كيفاش كانت علاقتها بطليقها، وفي نفس الوقت يشمشموا لا يكون شي تناقض في الهضره بين الام وبنتها. السيده قالت لهم بانها تزوجت عبد الهادي ملي كان عمرها 16 عام، حيك هو ولد خالها. في بدايه الزواج وقبل ما تسالي ديك 7 أيام ديال المشماش كانت الامور بخير، ولكن من بعد اكتشفت بلا السيد فمو سابقه وايدو سابقه فمو، وفوق هاد الشي كتافو باردين، لا خدمه لا ردمه. فين ما قالت ليه الدار خاصها شي حاجه تيقول لها انا ما تصدعينيش، سيري قوليها لامك وخوتك. المهم حاولت تصبر باش الناس ما يقولوش عليها ما فيها صبر وما قدرش على عصية الرجال.
وبقات معاه حتى ولدات جوج ديال الوليدات. هادوك الجوج هي اللي كانت هزاهم، اضطرت تخدم في شركة ديال الميناج باش تعيش ولادها، وهو الدرهم اللي صورو كان تيمشي في الشراب وفي الحشيش وفي القمر. وإلا تقطع وما كانوش عنده الفلوس كان تيجي تيهددها وتيحيد ليها الفلوس اللي ضربات عليهم تمارة، ويديهم هو يشرب بهم ويخلي ليها الدراري بالجوع. قالت غضبت شحال من مرة وتهنت وتضربت وزرق ليا العينين وهرس ليا اليد، في كل مرة تيدخلوا الناس بيناتنا وتيبقاو علينا راكم عائلة وحدة. دابا يدير العقل. كل نهار تنطلب ربي يهديه، ولكن هو غير من السيء للأسوأ، لدرجة أنه ضرب مو باه قدامي شحال من مرة، حتى خواتاتو حادة وفاطمة كان تيضربهم. البوليس سولوها واش تتوقعي يقدر يقتل؟ قالت لهم هي السهلة عنده، أساسا واحد المرة شير على حادة بموس كون ما ستر الله كون سلام معها شحال هذا. المهم وهي تتغيز لعبد الهادي ما نساتش تقول لهم بالله هو تعدى على بنته وحاول يتعدى حتى على ولده. هذاك الشي علاش السيد ما عندوش الليميت، لا العيب ولا العار، لا الحرام ولا الحلال. سولوها قالوا لها امتى اخر مرة شفتي لويساتك حادة وفاطمة؟ قالت لهم قبل 3 ديال الشهور كنت تلاقيت معاهم في واحد العرس ديال العائلة، تسالمنا وهدرنا وسولوا على الدراري، وصراحة كنا توعدنا نزوروا بعضياتنا، ولكن راكم عارفين مشاغيل الدنيا والخدمة ما شفناش بعضياتنا حتى سمعنا على هذه الفاجعة اللي وقعت لهم. ملي رجعوا لعبد الهادي قالوا ليه واش ما عندكش نسخة ديال الساروت ديال دار خواتاتك؟ قال لهم لا ابدا ما عنديش، وخرج فيهم عينيه. مشاو قلبوا ليه الدار وهما يلقاو واحد السروال ديال التجين وتريكو فيهم انقطاط صغار ديال الدم. زادوا قلبوا شوية مزيان لقاو عنده في واحد الماريو 140 ألف ريال. استغربوا، الراجل خدام غير في الموقف، يعني مياوم خدام النهار بنهارو، منين جاتو هاد 7000 درهم؟ قال لهم عندي واحد الارض كريتها، ولكن مع التحريات تأكدوا بالله هاد السيد ما عنده حتى شي شبر ديال الارض، قاع الورث ديالو طب فيه. المعلومة اللي أكدتها لهم الزوجة ديالو أو الطليقة ديالو. دابا بداو كيقلبوا في الحسابات البنكية للضحايا، عرفوا من البنكة باللي حادة كان عندها 1 مليون، وقبل وفاتها ب3 أيام تيرات 7500 درهم، يعني 150 ألف ريال. كتخمينات من البوليس قالوا 10,000 ريال هي باش خلصت الضو والماء، و7,000 درهم احتمال كبير هي اللي لقاو عند الظريف. بعد الكشف على الصباط والسروال ديال عبد الهادي لقاو الدم اللي عليهم هو الدم ديال حادة. بعد ما البوليس جمعوا كل هاد الأدلة واجهوا عبد الهادي اللي بقى شاد في الإنكار، وكان تيهضر بواحد البرود غريب جدا لدرجة أنه دمعة وحدة من عينيه ما نزلاتش على خواتاتو نهائيا من النهار اللي عيط للمقدم لحد الساعة اللي وصلوا ليها في التحقيق. المهم واجهوه وضغطوا عليه وزيروه وهو يعترف باللي هو اللي قتل خواتاتو وولد اختو، وما نادمش، ودافع القتل هو الورث. هداك الشيء علاش قتل حتى ولد اختو باش ما يورثش في الام ديالو وخالته. القاتل ما عندوش حتى شي ذره ديال الندم على هذاك الكارثه اللي دار، والطريقه باش كان تيعترف تتبين على البرود ديالو تجاه عائلته. سولوه على تفاصيل الجريمه، ولكن للاسف رفض الافصاح عن اي تفصيله من تفاصيل الجريمه، ورفض تمثيل الجريمه ديالته. بعد الاعتراف تقدم للمحكمه وتم الحكم عليه بالاعدام، وراه مازال في الحبس تيدوز الحكم ديالو، ومن المؤكد انه غادي يتوفى في السجن لا محاله، حيك هو الوقيته فاش دار الجريمه راه كان في بدايه الستينات.
هنا تيسالي الدور ديالي وتيبدا الدور ديال المحققين الفنين ديالي. فرايكم اشنو اللي وصل عبد الهادي لهاد قسوحية القلب؟ واش خواتاتو تيتحملوا جزء من المسؤولية في التعامل معاه؟ قولوا لي في التعليقات ديالكم اشنو بان لكم. الاشتراك واللايك والشير والكومنتير شي حاجة من قلوبكم. دمتم في ود، والى اللقاء في الفيديو الجاي. السلام عليكم.